السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا تمام. إن شاء الله اليوم راح أرسم لكم هذه الرسمة. رسمت رسمتين لكن راح أنزلهم في مقطعين حتى لا أطول معاكم. أتمنى إن زاوية التصوير تكون واضحة معاكم، لأن صراحة كنت أرسم وما جالسة أركز مع زاوية التصوير، فإن شاء الله يعني إن تكون واضحة معاكم الصورة والتصوير. أول شي بديت أرسم أساسي الوردة، الشكل الداخلي للوردة، بعدها راح أبدأ أرسم البتلات. المقطع مسرعتنا كثير، لكن لما انتوا ترسموا رسمة على الراحات حتى تضبط معاكم الرسمة بشكل كبير. بعد ما رسمت الوردة راح أبدأ أرسم الإضافات الخارجية. الإضافات فقط نوعين، اللي نفس الانحناء والأوراق، كفكرة بسيطة يعني للرسم، لأن صراحة هذا النوع من الرسم صاير آخر فترة هو أكثر نوع أنا أرسمه. الورود بس نغيرهن، لكن الإضافات صايرة نفسهن أرسمهن. المهم إذا كنت أول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. بعدها راح أبدأ أرسم نفس الوردة وكذلك نفس الإضافات الخارجية في هذه الجهة. بعدها في الشكل الداخلي للورد بدأت أرسم الدواير وأبدأ أكملهن بالتنقيط. ونحن نرسم لازم يكون معانا ورقة من الكلينكس حتى ونحن نرسم ننظف المعصار. بعدها خذيت المعصار وقصيت قطعة صغيرة منه بمقص أظافر حتى تكون القصة أدق أكثر، وأبدأ أظلل الورود وأظلل الأوراق حتى يكون معانا تظليل بشكل أوضح وأسرع لما تكون الفتحة عريضة، لأن قبل استخدمت فتحة شوية ضيقة عشان أرسم كل التفاصيل للورود. بعد ما خلصت مظلل الأوراق راح أبدأ أرجع على حدود الأوراق، أبدأ أرجعهن عشان أبرز الأوراق بشكل أكبر، وبديت أسوي نفس المد آخر شي آخر الأوراق حتى يعطينا شكل حلو يعني ويكون في مرونة أكبر. بعدها هنا راح أبدأ أسوي التظليل الجزئي. التظليل الجزئي عبارة عن إن نرسم خطوط جنب بعض، نوضح إن نحن راسمين خطوط حتى يكون بعد ما نغسل الحنة يكون اللون بارز وواضح التظليل. نفس الشي هنا بعد ما نخلص مظللين أوراق الورد راح نعيد عليهم حتى نبرزهم بشكل أكبر. وهذا هو كان مختصر رسمتنا. ما حبيت أطول عليكم، إن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا المقطع. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتضيفوا حسابي على الانستجرام يلي واضح معاكم. هذا هو مختصر رسمتنا يلي كانت ثقيلة. طبعا الفيديو الجاي إن شاء الله راح أنزلكم الرسمة الخفيفة. رسمة ثانية بعد هنا لو تلاحظوا إني ظللت الجزء الداخلي للأوراق، وهذا الحركة اللي حطيتها على الأصابع. إن شاء الله يا رب حبيت الرسمة. وهذا شكل الرسمة اليوم الثاني بعد ما قف الحنة بشكل تام.